الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يفجر مفاجآت مدوية ويكشف عن أفضل وأجود وأحسن الأندية العالمية. التصنيف لا يخلو من مفاجآت مدوية ومثيرة، حيث صنف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم نادي الوداد الرياضي المغربي ضمن أفضل 100 فريق عالمي في تصنيف حديث للفترة ما بين الفتح نوفمبر 2021 إلى غاية 31 أكتوبر 2022. احتل فريق الوداد البيضاوي المغربي المركز الأول على الصعيد الوطني المغربي والثاني قاريا خلف الأهلي المصري، وأحرز الفريق المغربي المرتبة 62 على الصعيد العالمي برصيد 163.5 نقطة، متفوقا على كل من نهضة بركان والرجاء البيضاوي الذي حل ثالثا على الصعيد القاري والإفريقي. والمثير والعجيب في هذا التصنيف أن الفريق الأحمر تفوق على مجموعة من الأندية العالمية، من بينها أرسنال الإنجليزي وما أدرك ما الأرسنال، وتفوق كذلك على بروسيا دورتموند الألماني. ومن المفاجآت أن الترتيب العالمي تصدره فلامينغو البرازيلي برصيد 329 نقطة، متبوعا بليفربول الإنجليزي فيما احتل المركز الثالث بالميراس البرازيلي، وبعده رابعا حل ريال مدريد الإسباني. وكان الوداد البيضاوي قد حقق الموسم الماضي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الأهلي المصري في مباراة لعبت على أرضية الملعب التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وفاز فيها الفريق المغربي بهدفين نظيفين. المثير في هذا التصنيف العالمي هو أن الفرق البرازيلية أصبحت تتفوق على الفرق الأوروبية رغم الإمكانيات المادية والبشرية الهائلة التي تتوفر عليها، لكن البرازيل دائما في الصدارة، والفرق المغربية والمصرية دائما تستحوذ على المراتب الإفريقية والعربية. فهنيئا لفريق الوداد البيضاوي المغربي ولفريق الأهلي المصري على هذه المرتبة المشرفة قاريا وعالميا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديدنا.